جميله لانه مش عارف ياخد حقه من زوجته، ده في الخارج هناك فاحنا الحمد لله بس ما تجوش علينا قوي. بلاش منها. عندنا حاجات اوتوماتيك دلوقتي، غسالات اوتوماتيك. مشاركه حلوه، مشاركه على الثاني، مشاركه جميله، مشاركه جميله يعني. اتفضل حضرتك، عايز تقول حاجه؟ طيب النبي التكييف بس مش عالي قوي والنبي. انا عارفه انه مركزي وانه عالي قوي بس بطمن نفسي. كانوا وانا جاي بالمناسبه تعليق على الموضوع ده، كان في برنامج في الاذاعه بيتكلم عن قد ايه الاسلام ادى للمراه حقوقها عن بره، وهم زمان ما كانوش يعتبروها. على فكره الدكتور ابو بكر الصديق رشح نفسه في الحمله اللي فاتت لرئاسه الجمهوريه. اهلا وسهلا. وليه مشاريع في الطاقه الشمسيه وعنده مشروعات وحاجات. يعني كان المفروض يبقى كان رئيسا للجمهوريه. ربنا يخليكم. صعب مهمه صعبه ان الانسان يكون رئيسا للجمهوريه، لكن ممكن الواحد يكون رئيس جمهوريه نفسه. دي حاجه طب انا اقول حاجه صغيره بقى بمناسبه المراه وكده، يعني ليا مقالات في الفكر الاسلامي المعاصر الحمد لله في وقت بقى من الاوقات، لكن فيما يختص المراه طالما انت ذكرت كده ان انا طالبت، وده ظهر في جريده الجمهوريه والحرياتي، بوزاره لمساعده الشباب على الزواج بمساعده الوزارات الاخرى زي الشؤون الاجتماعيه والقوى العامله وكده، واساتذه الاجتماع وخصوص السيدات أيدت هذه الفكرة، وقمت بعمل محاضرة في كلية الآداب عن هذه الوزارة، إن من حقهم إن إحنا نحافظ عليهم، وقلت لهم في جامعة القاهرة. طيب ماذا ستفعل إذا كنت رئيسا للجمهورية؟ ما دي نقطة كويسة. الفعل عايزين الفعل. بمناسبة حقوق المرأة يعني، قلت لهم قالوا لي يا دكتور نعمل إيه؟ أمام جامعة القاهرة سجلوها حطوها على الفيسبوك. قلت لهم حاجتين، شغلنا حقي وليس شكرا. حق الشباب نوجد لهم وظائف، الحكومه اللي ما توجدش وظائف في مجالات مختلفه تبقى دي حكومه ناقصه وما تنفعش، وده اللي بيحصل معانا. حاجه ثانيه علمتها لهم، جوزني حقي وليس شكرا، يوجد لي سكن، وكانت خطتي بناء طب يعني كنت هتوفر اسكان ازاي في الوضع ده؟ بالظبط. انا النهارده بعمل مساكن، ومن شركه انجليزيه جايه زي ما انت قلت سعادتك هتديها لنا 5000 منزل بالطاقه الشمسيه جاهزه، جايه من اوروبا، اللي هي المساكن دي تتجمع وتتقفل، والبطاريات بتاعتها تستخدم الشمس وانت واقفه، انتهت القضيه، لا عاوزين كهرباء ولا شركه كهرباء. طيب نشوف بقى الدوره الجديده وان شاء الله. طب ما هو في حاجه ثانيه، ما احنا ممكن نعمل تكافل اجتماعي، ان من كل حي يدفع جنيه 2 جنيه من المنطقه بتاعت اللي فيها هذا الكلام، هقدر ان انا خلال فتره معينه قريبه. ده انا كنت عاملها على النت برضه. والله. الافكار كثيره موجوده على الفيسبوك بقى. ان شاء الله. اتفضلي يا ليلى.